صاحب الشعبية الكبيرة رياضياً وسياسياً، يشبهه البعض بقلب الأسد. تصريحاته الجريئة وقراراته الحاسمة من أهم سماته. سيادة المستشار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الكاريزما مرتضى منصور، لا يهمه كم السهام التي تنهال عليه، لأنه لا يركع، لا يسقط، لا يخشى خوض المعارك الكبرى في سبيل الدفاع عن مبادئه وآرائه. خرج من رئاسة الزمالك ثم عاد مرة أخرى برغبة السواد الأعظم من أعضاء القلعة البيضاء. مرتضى منصور التصق اسمه بأحلام جماهير الزمالك لانتشالها من الفشل الذي لطالما كان يلازم النادي على كافة الأصعدة الإنشائية والكروية والاجتماعية. الأوضاع السياسية الراهنة، المدير الفني الجديد، النقاد الرياضيين، عمر جابر، الألترس، فوز الزمالك بالدوري، العلاقات مع القلعة الحمراء، ضحايا الدفاع الجوي، واستقالات أعضاء مجلس الإدارة، ملفات شائكة يفتحها سيادة المستشار لتوضيح العديد من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثيرين من المتابعين. وبعد أن تناول البلدوزر في حلقاته السابقة قضية إيقاف رؤوف جاسر نائب إدارة الزمالك السابق، كان لزاما علينا أن نستضيف سيادة المستشار مرتضى منصور لتطبيق مبدأ حق الرد، خاصة بعد تصريحات جاسر الأخيرة. فتابعونا. اهلا بحضراتكم مره اخرى. يعني محمد يجيب لنا من فوق كده سياده المستشار جايب ملفات كثيره جدا عشان اما يتكلم بالمستندات وتبقى كل الامور واضحه. انا عندي حتى لائحه العقوبات بتاعه الانديه تم تعديلها بموجب اهي، المستندات قدام حضراتكم اهي مفروده على البلدوزر. ده البلدوزر، خد بالك شايف الدراعه اول مره ديكور بلدوزر. انا بس نمسي عليك وعلى كل مشاهدينك وعلى كل الرياضيين المحترمين وكل شعب مصر الجميل المحترم اللي بيشوفنا دلوقتي. وانا راجل كنت في يوم من الايام رئيس محكمه ورئيس نيابه، ما تكونش بطلع حكم الا باسبابي ودرسه. لا يعني انت اقول لك حكم نحط له اسباب طبعا. انا عايز سواء بالادانه او سواء بالظبط كده. كنت عمري بتعامل قاضي، بس انا محامي دلوقتي وسعيد ان انا محامي، لكن تربيتي قاضي. عايز اي حد يتكلم بالمستند، لان احنا بقالنا 3-4 اشهر حمله مسمومه حقيره قذره كلها اكاذيب، كلها اكاذيب. على مين يا استاذ مصر؟ هو واخد نادي الزمالك واخدني، هو شويه ياخدني وشويه الزمالك. انا بقول له يا لقوا في ما حدث في مباراه انبي والزمالك فرصه ولا ليه علاقه بالموضوع، وانا جايبه لك بالمستندات. تمام. انا قدك وقد 100 زي قد 5000 واحد زيك، بس بفضل الله بفضل الله، بس مالكش طبعا بامر الله، بس مالكش دعوه بالزمالك. ما تخلطش بقى بيني وبين الزمالك، لانك انت وصلت لمرحله دخلنا في فتنه طائفيه في الزمالك، ودخلنا في قله ادب في الزمالك، ودخلنا في سفلات، ودخلنا في اخبار كاذبه. هو نادي الزمالك دلوقتي ولا الكلام اللي قالوه؟ شوف انا بيتهيألي حضرتك الامور جوه نادي الزمالك، انا عايز اقول لك حاجه، في دلوقتي الناس سعيده بالانشاءات مش اقل من 30,000 عضو عامل محترم قاعدين في النادي لهم كل احترام والتقدير. السفلات جايه من بره. عايز الراجل فيهم المحترم الذكر، يعني هم بيحاولوا يهاجموك يعملوا قلاقل جوه نادي الزمالك. هقول لك بقى ناخدها واحده واحده. فضل. انت بقى ابتدي اسالني. اتفضل. عايز تجيب من الاخر؟ لا اللي انت عايزه، عايز تبتدي نبدا بموضوع الدفاع الجوي. تمام. طب اقول بس اتفضل. وجهه النظر الشارع. اتفضل. لا ما سامعك عشان حضرتك برضه اتفضل. وجهه نظر الشارع انك مدان في موضوع للدفاع الجوي. لا وجهه نظر السفله. ما هو انت لا بقى مش الشارع. لا الناس اللي في بعض الناس خلاص خلينا لا بلاش برضه ولا بعض الناس. هقول لك ليه، اصل هقول لك ليه. ما هو بلاش احنا دلوقتي كلهم بالنسبه لنا. لا بص يا مجدي، لما يكون في موضوع بيتحقق اداري وبيتحقق جنائي طبعا تعظيم سلام. صح. انا جايب لك اللي اتعمل جنائي واللي اتقال اداري، واي حد بقى يتكلم يحط مش عارف ايه فوق. بس لسه القرار ما صدرش يا فندم. انا واحده واحده، خليك معايا اهو بقى، واحده واحده. اتفضل. نبدا يا فندم. يلا. لجنه الانديه اللي اتشرفت برئاستها دورتين باكتساح، لا يجرؤ جمال علام ولا 100 جمال علام يلغيها او يجمدها. ليه بقى؟ مش بلطجه ولا فتوان. ليه؟ ماده 62 من اللائحه بتاعت اتحاد الكوره اللي اعتمدها الفيفا، اللجنه التي تدير المسابقه لجنه الانديه. حضرتك هتجمدها يبقى جمدت المسابقه. ده كلام في القانون وفي اللوائح صح. ادي واحد. 2،
يطلب لي ثروت سويلم، العميد ثروت سويلم، عارف دلوقتي هو مشغول بالانتخابات في الشرقيه، يطلبوا لي. حاولوا تجيبوا العميد ثروت يا جماعه. اللي عاملين عناتر دلوقتي. بس انا مش عايز اضيع معاك وقت خالص بمكالمات بصراحه، لان انا عايز اخد منك طيب. كل حاجه. طيب ماشي. اللي عاملين عناتر دلوقتي يقول لك الدوري ورجعنا الدوري والكلام ده كله. اسال عميد ثروت سويلم كان عنده ناس مستخبيين فين. هو اللي طلبني. قال لي استاذ مرتضى من فضلك قابل السيد رئيس الوزراء وكلم السيد وزير الداخليه رافضين عوده الدوري. رافضين عوده الدوري اللي دلوقتي ايه بيقول لك واشترطنا و15 واحد من مجلس اداره وواحد زياده نقول له بره. هو انت فاكر يا ابني انت مسكتني في خرابه؟ انت بتهرج؟ رحت قابلت السيد رئيس الوزراء. وكان اللقاء فيه السيد وزير الرياضه والشباب المحترم جدا جدا جدا. خالد عبد العزيز. جدا. تمام. وكان معانا على التليفون السيد وزير الداخليه. كان اللقاء بندي تقييم للاحداث وفي نفس الوقت الدوري يرجع ازاي وازاي نعوض الاهالي الشهداء. ده كان اللقاء. هوريك جورنال قال لك ايه؟ رئيس الوزراء قال لمرتضى منصور استقيل. ما انا لما بقول له حياه الحاجه مامتك ما حصلش بيزعل مني. بيزعل مني. طب حياه باباك ما حصل. تمام صح. هو السيد رئيس الوزراء موجود. صح. احنا نرد. احنا ما حصلش. 3 موضوعات. تمام. قلنا اللي حدث وانا كان لي راي فيه. قول رايك فيه. ما انا هقول لك دلوقتي. اتفضل. 2 الدوري يرجع وليه اسباب الدوري يرجع. نمرة 3 ازاي نعوض. تمام. واتفقنا في الجلسه ان السيد وزير الشباب والرياضه يدفع 100,000، نادي الزمالك 50 اول مرحله. وبعدين اللعيبه بتلم لكل واحد. لكل واحد. اتفضل. والاتحاد الكوره وانا قاعد السيد وزير الشباب كلم السيد جمال علام وقال له تدفع كام؟ قال له 25,000 وهو ما يعرفش انه بيكلمه وانا قاعد ومعانا السيد رئيس الوزراء. دلوقتي بيقول لك وصلنا لما مش عايز دماغنا بتوجعنا. تمام. دماغنا بتوجعنا. خلاص ايه بقى اللي حصل؟ لجنه الانديه اجتمعت ورجت وزير الداخليه. خد مني انا بقى. تمام. وتحايل بس الدماغ وزير الرياضه والشباب. ال 20 نادي واتحاد الكوره والنبي عشان خاطرنا رجع جماهير. في كلام بقى اوضح من كده بقى؟ لا. اللي كل وقت هرب قال لك لا وما حدش فينا قال وكله هرب. تاني ال 20 نادي في اجتماع مع السيد رئيس الوزراء. في اجتماع مع السيد وزير الداخليه. حضر اجتماعين السيد وزير الرياضه والشباب. نوضح للناس حاجه ان في محضر اجتماع لجنه الانديه رقم 8 اخر اجتماع ده اخر اجتماع حضرتك حاطط في جدول الاعمال. ايوه. تنظيم دخول الجماهير لحضور المباريات ابتداء من مباريات الدور الثاني لمسابقه الدوري العام. ال 20 نادي اهم بقى. تمام. شفت القرار بالاجماع. تمام. حتى النادي الاهلي بعت جواب السيد محمود طاهر، بعت جواب قال اللي انتم موافقين عليه انا موافق معاكم. تمام. خلاص. عايز اعرف يتشرف النادي الاهلي ان يتضامن مع القرارات التي تتخذها اللجنه بالاجماع، كما يسعد النادي الاهلي ان يعرض بعض الملاحظات للعرض على اللجنه. وناقشناها. تمام. يبقى اذا ال 20 نادي اتحايلوا. تمام. مش مرتضى منصور. تمام. من سوء حظهم بقى ان في الاجتماع اللي تقرر فيه ان ترجع الجماهير تجاهلوني فيه وانا رئيس لجنه الانديه. ازاي يا دي بناء على اجتماع السيد وزير الداخليه والسيد وزير الرياضه في حضور السيد رئيس الاتحاد المصري لكره القدم بشان السماح بدخول الجماهير المباريات اعتبارا من بدايه الدور الثاني. وحيد سيادتكم علما بان اقامه المباريات او التاشير الاجتماع الوحيد. ازاي يعني تجاهلوك؟ مش فاهمها دي. عشان بقى يعني انت خلاص يعني ما قالولكش مش خالص ما قالوليش ولا كاني موجود. ازاي؟ ولما سالت السيد وزير الداخليه ده مين اللي تجاهلك؟ السيد يعني السيد رئيس اتحاد الكوره مشكورا يعني كويس انه انا ما كنتش موجود في الاجتماع ده. برغم انا ايه بقى؟ انا كنت مع عوده الجماهير. هم بقى اللي حضروا. واحنا شفنا انك رحت قابلت كام مره رئيس الوزراء ووزير الداخليه. ووزير الداخليه كان رافض وكان ليه حق. بس وزير الداخليه بعد الحاح شديد. طب حلوه كان ليه حق دي، يعني انت حاسس ان انتوا غلطتوا في القرار؟ هقول لك ليه بقى. وزير الداخليه بعد الحاح شديد قال قدامنا 3 مباريات. لو عدوا بخير هنبتدي نعمل ضوابط الجماهير وترجع الجماهير. مصر وتونس، مصر والسنغال، الكونفدراليه النهائي اللي كان بيلعب فيها النادي الاهلي وشرفنا وخد البطوله. تمام. مع سيو سبورت. بالظبط. فيهم ماتش للعيال البلطجيه تاني، عايزين نفرق جماهير عاديه التراس ولاد ناس، مجموعه بلطجيه بيقودوا العيال. شوف بقى اوضح من كده. اللي هم ليهم سابقه اعمال سيئه في مجال الرياضه. انا جايب لك بقى الاعترافات منشوره اهي بتاعتهم. مجموعه الاخوان المسلمين اتفقوا عليه. خلاص. تمام. احنا شكلنا هنعمل حلقه ثانيه الجمعه الجايه. واحده واحده. عندي جماهير عريضه
صنعت امجاد الزمالك والاهلي والاسماعيلي والترسانه والاولمبي والاتحاد السكندري والمنصوره، جماهير والاسماعيلي والمصري والسويس. دي جماهير العريضه اللي احنا اتربينا عليها يا مجدي، اللي كانت محبه للكره والرياضه. طبعا. ولا حد كان يعني اللي يشتمك عشان ضيعت كوره وده وضع طبيعي، اللي يتضايق منك عشان انت والجون وضيعتها اوت لكن يشتمك انت، لا مش انت بقى. انا اقول لك، انا بقى جمهور عادي الطيب كان يعمل ايه؟ كان كمال درويش رئيس النادي، فكان واحد في الجمهور راجل طيب كده يعني بجلابيه يعني يعني من عامه الشعب الجمال كده. الله يخرب بيت امك يا مرتضى مثلا، اقول له يخرب بيت ام انا؟ يقول لي عشان جبت لنا اللعيب. اقول له لا انا يا بيه انا عضو. اقول له طب ما الدكتور كمال رئيس النادي قال لي ماليش دعوه انت. مدحت الحلال مثلا ضيع بلانتي. طب ما هو مدحت اهو خربت النادي يخرب بيتك وانت بتضحك ده اقصى حاجه. خلاص. انما قله ادب وتخريب ورصاص حي وميه نار ما شفناش احنا الكلام ده. نرجع بقى لبقيه الضوابط. اجتماع لجنه الانديه، خلي بالك بقى، كلنا اتفقنا ان الدعاء ان مفيش بيع تذاكر تتوزع على اعضاء جمعيه عموميه لكل نادي. مش عايز اي حد جبان يهرب مسؤوليته. عندك مسجل هنا بالقرار؟ يا بيه كلنا يعني مكتوب كده وتم الاتفاق. ايوه وزعنا استمارات كلنا مطبوعه زي عضويه النادي بالظبط، ومكتوب فيها رقم عضويتك في النادي، رقم العضويه العامله. لان الغرض من عوده الجماهير هو انك تبتدي ترجع جماهير، مش انك تاخد فلوس. برافو عليك. كله هرب ودخل تحت الجحور، كله استخبى وطلع جبان. خد مني انا. وكله خد الاستمارات. كل اللي هو تقصد بيهم في عدا بقى انديه ايه؟ كله دول في عدا انديه ايه؟ انديه الجيش وانديه الشرطه. انت بتتكلم على لجنه الانديه بالظبط. ما وقفتش جنبك في ده. لا ما وقفتش مع نفسها. انا مال انا جاي لك انت رئيس اللجنه يا ثانيه بيه، ما تشيلش بالك بالكلام ده دلوقتي. طيب قالوا احنا ما عندناش جماهير، ما عندناش اعضاء عاملين، وعشان كده مش عايزين جماهير. المهندس فرج عامر كان عندي امبارح قال انا طلبت ان انا برافو، وبعتوا جوابات رسميه لاتحاد الكوره واحترمنا الرغبه دي. الباقي كان فرحان. نرجع بقى للماتش. انا جالي جوابات فيها الضوابط اهي. اتفضل. مبعوتالي من السيد ثروت سويلم بالضوابط، تأشيرته واضحه. العرض والتنفيذ بيقول لي ضوابط 10,000 تذكره، استادات معينه. وعملنا اجتماع مجلس اداره يوم 26/12/2014. الماتش كان كام؟ الماتش كان اعتقد كنا في فبراير. كان 8/2. ده مجلس اداره موقع كله من اعضاء مجلس. تمام. ده بتاريخ كام يا فندم؟ 26/12. تمام. ده 2014. 14. تمام. ده قبل 8/2 بكتير. قبل الماتش. الموضوع رقم 165. ناقش المجلس الخطابين المرسلين من السيد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم الى السيد المدير التنفيذي نادي الزمالك بخصوص ضوابط وشروط عوده الجماهير لحضور المباريات بناء على اجتماع اللي تم من السيد وزير الداخليه والسيد وزير الرياضه في حضور رئيس اتحاد الكوره اللي انا قلت لك عليه. تمام. القرار. قرر المجلس. اي حد يتكلم بعدين يحط صبع في عينه والله العظيم. والله العظيم بجد صبعي على طول. الموافقه على كافه الاشتراطات الوارده في الخطابين وتكليف السيد المدير التنفيذي نادي الزمالك بعقد مؤتمر صحفي يدعو فيه كافه وسائل الاعلام المقروءه والمرئيه والمسموعه لعرض هذه الاشتراطات وتحذير الجماهير من مخالفه هذه الاشتراطات وتوعيتها بان تلتزم بدخول المباريات بموجب تذكره يحملها المتفرج والتنبيه بانه لن يسمح بدخول اي شخص لا يحمل تذكره مختومه من بحث اموال عامه للشباب الرياضه بالجيزه مع التزام الكامل داخل مدرجات اثناء المباراه. خلينا نوضح حاجه بقى. الغرض من التذكره مش الريع. لا. الغرض من التذكره انك تحد العدد اللي انتم متفقين عليه. ال 10,000 ما يبقوش 30. تمام. وعضو النادي المحترم ده هو اللي بيدفع لي الفلوس اللي بشتري بيها اللعيب برضه. طيب اللي بيقول لك هو عضو النادي بياخد ليه؟ ما هو ده العضو المحترمه اللي بيدفع الفلوس. دول المظلومين سنين طويله. هو ده مش زملكاوي زي اي اتقال كلام يا سياده مستشار انك انت حطيت في منافذ البيع 5000 تذكره. ما انا جاي لك واحده واحده بقى. طيب اتفضل. والتنبيه على الالتزام الكامل داخل مدرجات اثناء المباريات بعدم سب اجهزه الدوله سواء القضاء او الجيش او الشرطه. ده هيخلينا بارالل في خط متوازي كده نقول لائحه العقوبات اللي اتعدلت اللي انا عاملها
اللي انت شاركت فيها ده بصفتك. خطي، ده خطي، ده ما انا عارف. تعديلي ده خط ايدي. ما انا عارف. الاتحاد الكوره خد بيه. اللي هي اي لافتات تحمل شعارات او اشارات سياسيه دينيه عنصريه، كان المفروض اتحاد الكوره عامل 15,000 جنيه. انت عملتها اتنين مباراه من غير جماهير. 2 مباراه من غير جماهير. بدون جمهور. ايوه. في حاله التكرار كم مباراه يا فندم؟ 4 مباريات. 4 مباريات. كان عام غرامه. السب الجماعي من الجماهير ضد احد عناصر اللعبه حتى لو كان فريقه 2 مباراه. حتى لو كان فريقه دي بخطي، انا مزود. حتى مكتوبه لو كان فريق، حتى لو كان فريقه ده بخطك انت. انا اللي عملت اللائحه بتاع العقوبات. انا في حاله التكرار 4 مباريات بدون جمهور. تمام. كانت الاول غرامه. دي بقى اللي انت بتتكلم عليها. تمام. اتفضل. او شرط سب الشرطه او سب الجيش او الشرطه او القضاء او سب لاعبي الفريق المنافس او اجهزتهم الفنيه. انت ذاكر الاسباب عندك في محضر مجلس اداره جاي لها في او الطبيه او اداريه او مجلس ادارتهم او سب الحكام او اتحاد الكوره حتى يتعرض للنادي للعقوبات المنصوص عليها في اللائحه المعدله اللي عند حضرتك. تمام. خلاص. طباعه 10,000 تذكره في مطابع الشرطه، ده كان شرط نطبع في الشرطه عشان ما اجيش انا اطبع 10,000 واحد. هنا بقى اتحمل المسؤوليه. تمام. انا طبعت كام؟ 10 زي ما قال. مظبوط. طبعتها فين؟ في الشرطه. مطابع الشرطه. لمباراه الزمالك وإما تقام يوم الاحد الموافق 8/2 على استاد الدفاع الجوي. يتم ختم التذاكر برئاسه المباحث الاموال العامه ومديريه الشباب والرياضه. خلاص. 3 يتم بيع التذاكر وتوزيع المجانيه منها طبقا للائحه للجماهير دون تمييز من المنافذ. يتم بيع التذاكر حتى ثانيه. لا انا قلت يتم بيع التذاكر وتوزيع المجانيه. البيع حاجه ماشي وتوزيع حاجه. بس انتوا هنا واخدين قرار ببيع. ما هقول لك ما احنا بعنا. اتفضل. انا هقول لك دلوقتي بعنا. انا ما بكذبش. وعايز التخين يرد عليا. عشان الفيلم الهندي اللي معمول ده بقى لنا شهر كده حاجه تقرف. يتم بيع التذاكر توزيع المجانيه منها طبقا للائحه للجماهير دون تمييز. دون ايه؟ تمييز. ماليش دعوه، ده التراس، ده مش عارف ايه. مش مشكلتي. خلاص. من المنافذ التي كانت تباع منها من قبل وعلى راسها منفذ النادي امام البوابه الخلفيه في شارع محمود بدر الدين المؤدي الى استاد عبد اللطيف ابو رجاله. تخصص اموال النادي للصرف على تحقيق اهدافه وانشطته طبقا للماده 200 الماده قرار ب 929 سنه 2013. تمام. طيب احنا عملنا ايه بقى؟ راجل مدير النادي عندي راجل محترم علاء مقلب، الوحيد اللي عمل مؤتمر صحفي. صح. وضح فيه. وضح وجبناه وحذر وجات كرنيهات وحذر ان ما حدش يخش ما يقربش من الاستاد معهوش تذكره سواء بفلوس او مجانيه. العيال بقى السفله قال لك ايه؟ مرتضى منصور عايز، انا بصراحه عايز اشوف الحديث ده بقى. بصراحه يعني هل بالصوت والصوره ولا بالكلام؟ نفسي اشوفه. ان انا قلت للولاد روحوا هناك هتخشوا مجانا. ده انا راجل اهبل بقى. ده انا راجل رياله نازله. بيتقال. اتحدى السفله. انا شخصيا ما سمعتكش. تاني اتحدى السفله بلطجيه الالتراس العصابه بقى اللي اقتحمت وجبتهم لك دلوقتي قصه مش انا اقتحام نادي الزمالك يطلعوا لي هذا الحديث. لم يحدث. 2 قال لك ان انا قلت ان انا عامل الواد الالتراس مفاجاه هناك وهموتهم. طب يا ابني الهبله لما انا عايز اعمل مفاجاه وموته. طب ما هو جالي يوم التدريب بتاع ماتش الزمالك قبل ماتش الاهلي، مش جوه النادي عندي وانا بقى عايز اخلص منه. طب ما اقفل الباب اقول له اقتحم، مش كده؟ لكن ده انا رحت حيتهم وقلت لهم شوفوا ما عنديش حاجه اسمها التراس، انت جمهور الزمالك هشيلك فوق دماغي. 1 2 بمجرد ما ابتدوا يشتموا صالح سليم ووالدته، واسال اسماعيل يوسف اطلبه والده صالح سليم ومحمود طاهر ووالدته، جبت اسماعيل قلت له شيل لعيبتك بره، مجلس الاداره كله بره بره، مش هنسمح بقله الادب اللي بيسمح بيها في النادي الثاني. انا امي يوم الاربعاء اللي بعديها اتمسح بكرامه امها الارض ومجلس الاداره قاعد في النادي الاهلي. اتمسح يعني امي ميته بقى لها 15 سنه ربنا يرحمها. اللي هي بقى عملت انها وكيل نيابه وعضو مجلس الشعب وربت ولادها 6 بنات وراجل محترم. اتمسح بكرامه ام الارض ومحمود طاهر ومجموعته قاعدين. خلاص. انا عايزك اطلب اسماعيل عملت ايه؟ مجلس الاداره كله بره، كنا في الاستاد. 2 الغي التدريب. الغي كان اعتقد ماتش وده والتدريب مش فاكر. الغي ولغى. خلاص. لان انا راجل بتحمل المسؤوليه. تعالى بقى نرجع لموضوع التذاكر. الماتش لما بيتعمل في استاد القاهره بيبقى المنفذ في الزمالك واستاد ايه؟ القاهره. تمام. لكن لما الماتش يتعمل في منشاه عسكريه ما ينفعش تعمل منفذ هناك. ما اقدرش يا استاذ يا لمد يا اللي عملت ايه اللي ادبك 24 ساعه اعمل منفذ هناك. اللي هيروح يعمل منفذ هناك انت عليه، لان استاد الدفاع الجوي دي منشاه عسكريه
واللي بيحرسها ضباط الدفاع الجوي. يا ريس ما فيش كمان مكان للبيع او شباك كده؟ الكلام ده لا، مؤسسه عسكريه انك تبيع. الموضوع ما فيهوش هزار. خلاص. طب كان عندي فين بقى؟ وعايزك تجيبه دلوقتي، ده متسجل. شارع محمد محمود محمود بدر الدين. انت رحت نادي الزمالك كتير، اللي هو طبعا. الشارع الضيق ده. لقيت حديده بالعرض كده حوالي 30 40 سم، اللي يخش منها ده كان زمان. مظبوط. الضيقه دي قوي دي يموت. لو وقفوا مع بعض الاثنين 20 واحد يموت. مدير الاداره الهندسيه مهندس حميد وتعالى شلت الحديده. فتحت الباب الكبير، فبقى بيدخل بال1000 واحد. عندي بقى ميدان كبير. انت عندك باب كبير وباب صغير. ده فتحت الكبير اللي هو الباب الصغير اللي الحديده تخش منه عشان تخش. ده يموت على طول. ما انا عايز اموت، كنت موت عند الحديده. انا بس عايز ده مصور كله فيديو. من سوء حظ العيال السفله دول ان كله مصور فيديو. وانا واقف خايف على الولاد. خايف على الولاد. فتحنا الباب، دخلتهم الصاله المغطاه في جنينه كبيره بتاعت عبد الرحمن فوزي. كل 300 ياخد تذكرته ويطلع من الباب الثاني بره. ما عنديش حد تخيل. ببلاش ولا بفلوس دي؟ اللي بالفلوس الاول. الفلوس فاض عندي، بيقول لك وفاض عنده 1700 انا مش عارف باعه 3700. هو مش واخد باله ان بتيجي مدير الشباب والرياضه كل يوم، مش انا اللي ببيع. بتراجع. يا فندم بيعمل محضر جدول من المنفذ الفلاني. ايوه لازم تتابع 10000 بيع 9000 باع كذا تذكره. رجع كام تذكره المقصوره الرئيسيه؟ بعت 4000 واديت 5 هديه مثلا. ثانيه واحده. لا، كل الجمهور خد. تمام. لما يفيد عندي العدد ده يطلع بالالتراس يقول لك ايه بقى العصابه؟ لا هناخد مجانا ولا هناخد بفلوس، والساعه 5 قابلونا ويلا عشان نقتحم. خلاص. ده على النادي على الموقع بتاعهم. ويجي الولد ده ابو صلاح ابو الناظر ده، صلاح ابو شاهد ده مطلوب القبض عليه، ده قائد اخوان المسلمين الالتراس. ابو صلاح ابن الناظر. ده صلاح ابو شاهد. اهل التجمع الخامس الكرام اتكنوا في بيوتكم يوم الاحد. وريها الكاميرا، ده مهمه قوي دي. اتكنوا في بيوتكم. اقراها يا ريس بعد اذنك. اتكنوا في بيوتكم يوم الاحد افضل لكم، قبلها ب 48 ساعه. اللي فيها الماتش ده مش صورته طبعا اللي محطوطه دي. لا ده مشاهد. هو مشاهد. هو مشاهد المطلوب القبض عليه وهربان. هو سيد مشاغب وجودزيلا. هو لسه ما قبضوش على سيد. ما هنتكلم فيها دلوقتي. خلاص ماشي. نرجع بقى للماتش. تمام. انا فاض عندي التذاكر دي. تمام. قد ايه اللي فاضوا عند حضرتك؟ حوالي 1300 تقريبا. تمام. انا ما اعتقد. تمام. ده مش انا بقى، بيجي جدول كده. طب انا بقى لو عايز اداري جريمتي، طب ما انا اشتريت تذاكر ب 40 و50 الف جنيه للاعضاء وبوزعها، واعضاء النادي سامعين وشايفيني دلوقتي وبوزعها. طب ما اشتري دول. طب ما كنت اشتريت 5000 وتوزعهم على اللي مزاجك بدل ما اي حد ياخدهم. يا فندم ده انا قلت للي قالوا الكلام ده وكله مجانا، قلت يا جماعه طب نطلع لنا ب 100000 جنيه مثلا، وطلعنا ب 80000 جنيه. اللي كله مستخبي دلوقتي تحت الترابيزات. ويطلع يقول لك انا متحدث مش عارف ايه، انا عايز اقول كلمتين، احنا خلاص شروطنا هنجمد لجنه الانديه. ليه يا بابا لجنه عملت لك ايه؟ ده انت المصيبه والكارثه. المهم خلاص يبقى انا في التذاكر محدش عندي اتعور، محدش اتصاب، الناس خدوا التذاكر بما يرضي الله بلا تمييز. والترس المحترمين خدوا طبقا لقرار مجلس الاداره وطبقا للي جاي الجواب اللي جاي لي. طيب راحوا بقى فين؟ الاستاد. وانا اديت مثل قبل كده. واحد كابتن ابو رجيله زوجته توفت، بيروح يأجر ايه؟ بيروح يأجر جامع الرحمن الرحيم. حضرتك رحت الجامع في العزة طبعا. الرحمن الرحيم. لا انا كنت مسافر للاسف. بيأجر المسجد، بيأجر المقرئ، بيأجر الميه، بيأجر القهوه، بيأجر يعمل المعزين. خلاص. انت بتاخد المكان كله. عيل مات في الشارع بعربيه قدام المسجد، دي مسؤوليه الكابتن ابو رجيله؟ لا خالص. اقول له اصل انت مأجر المسجد وده احنا هنهزر؟ لا ده خالص، ده قانونا. تخافوا دمكم؟ قانونا. قانونا. انا مأجر استاد الدفاع الجوي. انا مسؤول عن جوه الاستاد، تنظيمي جوه. هو انا عندي تنظيم بره؟ يقول لك النادي اصل هنستهبل. دي حقيقه. ودخول الجماهير المفروض ان يبقى في تنسيق، كام بوابه وبعدين ده بخش بتذكره في واحد امني من اتحاد الكوره طبقا مراقب امني. ده مهم انه ينسق. كله دخل تحت الترابيزه يا مجدي وكله استخبى وقال لك اصل مرتضى منصور قتل الولاد عشان بيكرههم. عيب. لا ده اتهام قوي قوي. دي قله ادب، دي سفاله، ده اجرام. وهقول لك دلوقتي الاجرام ده جاي منين والدليل انهم مجرمين ايه. خلاص. انا بدخل بتذكره. انا دخلت كان عندي مسؤوليتين كبار جدا. كان في حوالي 3000 واحد بره
منهم عدد كبير مع تذاكر. هو اللي حصل ايه؟ اللي حصل اهو، اتفضل مكتوب. تحديد بوابه واحده مسؤوليتك يا سياده المستشار؟ يا فندم انا مأجر المكان. يعني تحديد بوابه واحده للدخول ليست مسؤوليه نادي الزمالك، واللي عملها مش غلطان. انا بقول لك مش غلطان، على اساس ان 10,000 ده يا فندم في معلومات كانوا رايحين يفجروا الاستاد جوه، فلازم افتشك. واي حد هيقول الكلام ده بيهزر. طب انت التدافع ده حصل نتيجه ايه؟ هقول لك بقى منظر اهو. هقول لك. يا ريت تجيب الشاشه اللي قدام. لا انا بس عايزه تجيب الاول بعد اذنك. هات لنا الناس اللي بتاخد التذاكر. عشان اللي انا قلته دلوقتي. هات لنا الناس. محمد يا ريت قدامنا الشاشه دي. الناس هو بتاخد التذاكر. بيقول لك اوروبا هتشوف ناس ولا اوروبا. النظام طوابير واقفه. ده في البدايه قبل ما يحصل تدافع. لا انا بتكلم على التذاكر جوه النادي. بيتكلم على النادي. انا عايز اللي جوه النادي. من فضلك هات عندنا اللقطه يا محمد. عنده طبعا. هات يا فندم ده. طبعا شايف كله واقفين. جايبها لسه جايبها هنحولها. حضرتك شايف اللي واقفين مفيش امن. الشرطه ده الماتش. الشرطه وجيش. ده الماتش شرطه وجيش. انا بخش بتذكره. وحضرتك لما يكون ماتش اتحاد الكوره وحضرتك عضو اتحاد الكوره بتخش بتذكره. مظبوط دعوه. هنقعد نهرج. المهم بس صوت بس عشان الناس تركز في اللي هنقوله ده بعدين. ده مفيش صوت دلوقتي. لا بس تركز بس في عايز عشان بس نطلع. تعالى ارجع لنا الاستوديو يا محمد. بص يا فندم دي صحيفه الاخبار. ارجع لنا يا محمد الاستوديو. اتفضل. دي صحيفه الاخبار. كتب محمد يوم كام يا فندم؟ يوم الثلاث 17 فبراير. دي يوم كام يا فندم؟ 18 فبراير. نمسك واحد واحد كده. كتب مصطفى الشرباجي واسلام محمد. امرت نيابه مركز الجيزه باشراف المستشار عمرو اباظه رئيس النيابه بحبس 13 من اعضاء التراس نهضاوي لاتهامهم بالتخطيط على ارتكاب اعمال عنف وشغب امام نادي الزمالك. تبين من التحقيقات متهمين ينتمون لجماعه الاخوان الارهابيه، واعترفوا امام النيابه بتلقيهم اموال من احدى القيادات الاخوانيه بمدينه البدرشين مقابل الخروج انهم يخشوا يحرقوا نادي الزمالك. تمام؟ طيب نرجع بقى ايه؟ ده كام التاريخ؟ يوم كام يا فندم؟ ده بعد 17 فبراير. تعالى بقى الحادثه. ده بعد الماتش. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. عصابات مجرمه. بالصوت والصوره. ده مش انا. صفوت محمد. تعول النيابه العامه خلال ايام نتائج تحقيقات في احداث مباراه الزمالك وانبي. سوف تكشف النيابه عن متورطين في الجريمه وتفاصيل خطيره لمؤامره دبرها قيادات الاخوان لافشال المؤتمر الاقتصادي عن طريق احداث مشادات ومشاجرات وايقاع ضحايا ومصابين واتهام الداخليه بارتكابها، خاصه ان النيابه العامه قامت بتوثيق اعترافات المتهمين، حيث اقر المتهمون بوجود مخطط للجريمه شاركت فيه عناصر تنتمي لتنظيم الاخوان الارهابي، واكدوا انهم تلقوا اموالا من اطراف ذكروها بالاسم وتم امدادهم بالقنابل. في بعد كده تافه عايز يقول مرتضى. ايه يا مجدي في ايه؟ طب اللي توفوا ازاي يا سياده المستشار؟ اقول لك بقى توفوا ازاي. ده كلام بقى مش انا، ده كلام النيابه. اخبار تمام. وده تحقيقات ومنشور في الجرايد. تمام. بص يا فندم، الاتفاق كان جوه الاستاد. اليوم ده ما انضربش ولا قنبله انضربت في مصر كلها خالص. فالداخليه يعني انت عايز تقول ان هم دول اللي بيضربوا القنابل؟ طبعا. فهم كلهم اتجمعوا وراحوا. اتحدى في اليوم ده 8/2 قنبله انضربت في مصر من اسكندريه لاسوان. في شرطه بقى موجوده بترصد، في امن وطني. تمام. قال لك انا ما عنديش مشكله تخش من غير تذكره. ما عندوش مشكله. تمام. والسيد وزير الداخليه لما كلمني قال لي ما عندناش مشكله، عايز من غير، بس المشكله انك تتفتش. لازم تفتش وخش من غير تذكره. لازم تتفتش. ليه لازم تتفتش؟ لان حضرتك ممكن في معلومات ان في قنبله هتحط. قنابل يا فندم. واتفقوا مع الناس في ابو النمرس والناس في البدرشين ويخشوا، والقنابل دي كانت انت عارف لو قنبله واحده، لا مش قنبله، لو مسدس صوت طلع طلقه صوت في وسط 9000 يموت 2000 3000 واحد من التدافع. اللي حصل ايه يعني؟ انا مش فاهم حضرتك فرحان بالمشهد ده. لا ده احنا بنجيب لك ان الدنيا كانت هاصت ازاي بسبب لا انا هشرح لك ازاي بس عشان بحب المشاهد يركز معايا. طيب هات ارجع محمد للاستوديو بس يركز معايا. يلا. اللي حصل بالظبط يا بيه، انت رايح تتفرج على ماتش واخد قنابل ليه معاك ومولوتوف؟ اللي هو حريق سيارات الشرطه. انا سالت السؤال ده. هو انت حضرتك رايح تتفرج ازاي سيارات الشرطه ممكن تتحرق بكبريت او مولعه؟ يا راجل ازاي؟ يا راجل ازاي؟ مولوتوف. خلاص؟ اللي حصل بالظبط انهم رموا مولوتوف، فالتدافع هيحصل، ما هو الناس هتجري.
داسوا على العيال. كم واحد مات من العصابه دي؟ يعني اذا الضحايا جاءت نتيجه تدافع كلهم ابرياء وابرياء للاسف، كلهم ابرياء. انا قابلت لغايه دلوقتي 4 من اهلهم، يمكن صورهم موجودين، صورهم موجوده. طب ليه بيحاولوا يصوروك انك انت يا بيه انا بقول لك ما هنجيب بقى، نرجع بقى تاني رابطه النقاد بقى والخناقه القديمه بقى، وممنوع مجد تستضيف مرتضى منصور. لا اقول لك حاجه ثانيه واحده. هو وائل براشي لما استضافني، فاكر لما استضافني عملوا بيان. وازاي وائل براشي يستضيف؟ هي حريقه السيارات اهي. اتفضل. ده رايح ماتش، ده كان هيبقى جوه الاستاد، ده جوه الاستاد. فالعيال جريت، العيال غلابه، البنت هاله ومصطفى، العيال جريوا. حصل التدافع، داسوا عليهم. عرفت بقى، بس ده كان هيحصل جوه. ده ساتر ربنا ان ده حصل بره. خلاص عملوا بيان كيف يستضيف وائل براشي مرتضى منصور. عضو هيئه برلمانيه دوليه، مؤلف قانوني، رئيس محكمه ورئيس نيابه، محامي نقضي ليه اسمه، رئيس نادي الزمالك. طب لما استضاف ساميه حدائق الشهيره بساميه سما المصري يا استاذ، وقعدت تعمل له كده بالشخليله، حضرتك قلت ايه؟ وكان محل استياء مصر كلها، حضرتك ما اتكلمتش ليه؟ ما قلتلوش العيب ده مين دي؟ ولا حد نطق يعني. نرجع بقى للحدث نفسه. خلاص؟ قلت لك انا كان عندي مسؤوليتين. المجموعه دي اللي حرقت دي عربيات الشرطه. طبعا ضحايا راحت وابرياء زي ما حضرتك بتقول. تمام. المجموعه دي هي نفس المجموعه اللي تهجمت على الوزير العمري فاروق. ايوه يا فندم. بص بقى، انا كان عندي مشكلتين. المشكله الاولى 3000 اللي بره. طب دول هل مرصودين يا فندم؟ لازم يترصدوا يا فندم بالاسم، بس بيلاقوا اللي بيطبطب دلوقتي. لا دي على دول. ايوه، ولا واحد اسمه هيثم ما اعرفش ايه، يلا كوره ولا مش يلا مش عارف ايه، قابل السيد رئيس الجمهوريه وقال له يا فندم دول ولادنا وحبايبنا واخواتنا. ادي اهو انا جبت لك اهو يا سيدي عشان ما حدش يتكلم. ادي قضيه مين؟ العمري فاروق. عمري فاروق ده اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. القضيه رقم 3007 2013. تمام؟ هي القضيه دي فين صحيح؟ ايه وصلت لايه يعني؟ ده شروح في قتل. وصلت ليه؟ هل تم حكم على حد فيها؟ تمت مرافعه؟ لا لسه لغايه دلوقتي ما اتحكمش. شروح في قتل. مين بقى؟ العمري فاروق. ما احنا كلنا صورناها. شفتها؟ كلنا شفناها. ولما قالوا لي ودخلوا بالباراشوتات ولحق واستخبى وجري الراجل من الباب الخلفي. نفس المتهمين اللي عندنا هم استاذ مجدي اللي بيقول لك عنده صدام بينه وبين جمهوره. جمهوري فوق دماغي. انما البلطجيه دي مش هتمشي معايا انا بمليين. بص يا فندم اهو، ده محضر، دي جنايه 14 113 2014. دخلوا نادي الزمالك 300 عيل، اقتحموا البوابه، ضرب رصاص حي. ده كل ده ايه بقى؟ ده ورق دي خلاص، دي يا معالي النائب العام حولها لمحكمه الجنايات دي خلاص. دي اتحولت. الثانيه بتاع العمري فاروق ما اتحولتش. عشان انا يعني عشان المفروض عمري بيه يعني بيتابع، المفروض بس يتابع ايه وهو عنده في مجلس اداره اللي هو اخوه فيه بيطبطب عليهم. واخد بالك؟ يعني ده يعني انا بصراحه مش فاهم هو في ايه يا جماعه. ايوه بس دول مش التراس اهلاوي دول. طيب واللي اقتحم النادي الاهلي في الجزيره ما حدش عمل محضر اللي جري ورا سيد معوض في مدينه نصر ولا مش فاكره؟ احمد صديق. ما حدش عمل ضدهم اللي حرق اتحاد الكوره. لا في محاضر يا فندم. اللي حرق اتحاد الكوره باسماء محاضر يا فندم. اللي حرق اتحاد الكوره، اللي حرق نادي الشرطه، دول معروفين يا استاذ يا فندم. معروفين يا فندم. ما انا دلوقتي مش وقت طبطبه. حضرتك عايز تقضي على الظاهره الاجراميه دي وترجع الجماهير تاني المحترمه تشجع؟ ده الدوري وقف في اليونان، انت عرفت كده؟ عشان برضه هناك في مجرمين. نفس القصه. ما هناك في مجرمين. بص يا فندم، ادي بقى اللي بيقول لك ايه، اصل ما اعرفش واحد طلع، هو للاسف صاحبي ده جمهور ده اهو. بص الجمال وعدد الجمهور. هو ده اللي دول ولا دول ايه؟ دول اولاد بيحبوا الكوره. دول بيحبوا الكوره. اللي هم واخدينهم بقى ايه، ضحيه ليهم. واحد صاحبي هو الدكتور عمرو عبد الحق، كل ما يطلع في برنامج يقول له انا مش عايز اتكلم عشان هو صاحبي وانا محاميه برضه. تمام. احتراما ليه. تمام. وبيحضر معايا لجنه انديه. يقول لك يعني مين اللي واقف ده؟ ما اعرفش مين ده. واحد من المجرمين. ده واحد من المجرمين بصراحه. ده انت عارف اسمه؟ لا ده واحد من المجرمين اللي مطلوب القبض عليه. الولد اللي عيني متشال. لا يا جماعه مطلوب. هو حضرتك المخرج اللي عند حضرتك ده ذنبه ايه؟ ذنبه ايه الولد اللي شاله على كتفه؟ ما انا مش فاهم بصراحه. يعني المخرج اللي عند حضرتك سايب الحاجات المحترمه وجايب الولد البلطجي اللي هو مغيب العيال. ما انا ما شفتش كده بصراحه. طيب اتفضل. عمرو عبد الحق. بيقول لك
والاخ حازم امام مشكله بين مرتضى والجماهير لازم تتحل. لا مش جماهير. استاذ حازم وانا بعت له رساله قلت له يا حازم حازم امام الكبير ولا كبير الصغير؟ كبير انت وابوك وجدك انتوا صنعتوا مجد النادي ده قبل مرتضى منصور. دي حقيقه. ادي التذاكر يا فندم اهي. اهو اتفضل. شوف بص النهارده كان عندك كام؟ بص عندي 30,000 في النادي النهارده. بص يا فندم واقفين ازاي بادب واحترام. شفت يا فندم؟ بادب واحترام وانا واقف اهو. خلاص شلنا الحديده ودخلنا. بطمن على ايه؟ على كل واحد. والتذاكر في ايد الشخص اللي جنبك بالظبط. انا ما بشيلش تذاكر يا دكتور عمرو، والله ما انا مش بتاع تذاكر يا عمرو، انا راجل مستشار محترم ومحامي ليا اسمي اهو. استنى خلاص. بص بقى الحديده دي دلوقتي كلها هتتشال. الحديده اللي هم مزروقين فيها ايوه دلوقتي هتتشال جزء. لو طلع الصوره. بص انا بتكلم دلوقتي على الحديده، بقول له يشيل الحديد بالظبط كده. تمام. شوف الناس بتخش بهذا ده جمهور الزمالك العادي المحترم وفيهم الترس خلي بالك، بس ما فيهمش العصابه الاجراميه. فبص الناس اوكي. لو انا عايز اموتهم ما هم دخلوا عندي النادي، ما انا اموتهم جوه النادي. انت بقى بعد كده هتفتح الباب الكبير لا ده؟ لا هفتح الباب الكبير وبعدين هفتح الصاله المغطاه. يا ريت تجيب لنا الصاله المغطاه اللي جوه. دخلت مجموعات مش انت متصوره برضه؟ متصوره عنده يا فندم. طيب. متصوره عنده. تمام. نكمل يا فندم. اتفضل. الاستاذ حازم امام بيقول المشكله بينه وبين جماهيره. يا استاذ حازم يا امام، لما يكون عندي دي تحريات مكتوبه. بس حازم امام ده مؤدب قوي ومحترم. ما هو قال كلمه بقى ما هو مش واخد باله منها معناها يعني. انا ما عنديش مشكله مع الجماهير، عندي مشكله. بس هو على فكره ما عندوش خلاف معاك. عمري ما عنده خلاف معاه. بس في حاجه مهمه. ليه اعتاب عليه؟ لما كتب عتاب الاحبه ده ما لازم يبقى موجود. في جورنال من الجرايد وهجيبه لك دلوقتي ان مرتضى منصور منع حازم امام من الدخول وكان واقفه، ولولا احمد سليمان واحمد جلال اتحايلوا عليا يا ريت تجيب الاثنين. قصه وهميه. طبعا. عارف انا معاك ان في حاجات ساعات بتتكتب ملاش. عيب من الصحافه دي يا جماعه، عيب والله العظيم عيب. والناس في النادي بيضحكوا عليكم. المهم اقتحموا النادي، ضربوا رصاص حي، ستات قاعدين على حمام السباحه نطوا في الميه، رجاله بتصلي في المدخل بتاع المبنى الاجتماعي داسوا بالجزم وضربوهم، وانا ما كنتش في النادي. يبقى اذا الخلاف بيني وبينهم ولا بينهم وبين النادي؟ عايز اقول لك حاجه يا سياده المستشار، انت عملت شغل في ناس كتير جدا حابه الشغل اللي انت عملته، وانت مسار جدل في حقيقه الامر يعني. ناس كتير جدا جدا معاك وفي ناس ضدك، بس اللي ضدك مش يعني ايه، بيحاولوا يحاربوك باي طريقه كان. تمام. انا دلوقتي شرحت لك القصه ايه بقى اهو. نخش بقى الماتش. انا عندي 3000 واحد صورهم موجوده وانا دخلت بيهم. لو في حد مات هم عارفين هو الحدث ده حصل قدامي ولا قدامهم هم؟ قدام الناس اللي بره. اللي بره. وانت كنت جوه الاستاد؟ لا انا كنت بره خالص. انت رحت تجيب الفرقه. برافو عليك. ده موضوع تاني. تمام. انا بقى جيت لقيت 3000 واحد قالوا لي عايزين ندخل يا استاذ مرتضى، لو في حد ميت قولوا لي ندخل. هو انت عبال ما رحت تجيب الفرقه وجيت، انا عشان يعني برضو تبقى المعلومات دقيقه. تمام. اما رحت تجيب الفرقه وجيت كان الناس ماتت؟ انا ما اعرفش الناس ماتت ايه. لا انت ما تعرف، بس دلوقتي النهارده خلاص انت الماتش اتلعب ومحدش كان يعرف او حد كان يعرف. ما فيش حد مات كمان خلي بالك في ساعتها. يعني البنت اللي اسمها هاله ديا مش عايزين يطلعوا لها شهاده وفاه، واخد بالك، لسبب بسيط جدا. ده وانت مداخل اهو. مدخل الناس. مدخل ده اللعيبه الاول. انت كنت راكب؟ لا انا راكب بقى الاتوبيس معاهم. العربيه المدرعه دي فيها لعيبه، والاتوبيس كان فيه عمر جابر. اللعيبه اللي كانوا مخنوقين. ايوه. عمر جابر وحازم امام والجهاز الفني والطب والاداري. او الاتوبيس انا فيه مع دول المجموعه الثانيه دخلت بيها. يبقى انا دخلت الجماهير ورحت جبت اللعيبه. تمام. ما حدش بيعمل كده. لا انا عايز صورتي مع الجماهير في 3000 واحد. لو واحد يا مجدي اداني يعني غزني بمطوه، انت برضه الفرج ومش وعارف الغز يعني ايه، ولا ليا دي ولا ليك. يا ريت تجيب المشهد ولا حد. وانا داخل بالالاف. الجمهور على فكره دخلوا مع لا وانا مع الاتوبيس ومدخل. انا دخلت 3000 واحد معايا. المهم نرجع بقى للي حصل في الاستاد. حضرتك دي احترافات تفصيليه ان دي كانت مؤامره جوه الاستاد اهي اهو. اهو شوف وسطهم. ما انا بقى هقتلهم بخاف. انا واقف اهو لابس النضاره. ده اللقطه دي امتى دي يا ستي؟ وانا داخل بيهم. داخل بيهم دخلهم الاستاد وكلهم معاك داخلين؟ كلهم داخلين. ولا في بتاع. هم بيهتفوا لي مرتضى. لو حد ميت قالوا له ارجع وبيتصوروا معايا.
اهم ده انا داخل بيهم. ممكن يبقى فيهم التراس يا بيه فيهم، ممكن فيهم واد مجرم، ممكن يكون واحد فيهم كده ضد في مجلس الشعب مثلا يعني. مثلا وما خفتش لاني انا راجل شجاع، قلب اسد يا جبنات. خلاص ودخلت بال3000. طب انا لو هو بقى حد ما تقول لي استاذ مرتضى اسف ارجع بينا، مش ادخل بينا، تمام، واتعمل الماتش. مفيش حد اتعور جوه. انت طلبت في تحقيقات؟ لا طبعا، لان انا مش متهم في حاجه عشان اطلب. تمام، واخد بالك؟ تمام. انا وريتك اهو اللي بره، بس بنوضح. لا ما هو ده انا اوريك بس بقى الحمله اللي اتعملت. بص يا فندم، انت شفت عمري؟ ما هو الحمله بص يا سياده المستشار، وضع طبيعي ليك اعدائك وليك محبينك. لا بس مش كده، لا 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 مش كده. يعني الحمله دي بص يا فندم، بص يا فندم، معلش ما توصلش للدرجه. هو للاسف احنا لما بنختلف مع بعض بشكل. بص يا فندم، عباس يقود حمله تمرد للاطاحه بمجلس الزمالك، وزع استمارات على اعضاء النادي لسحب الثقه. انا لسه قاري خبر ده، سيبك بقى من الاخبار الكتيره القديمه اللي انت جايبها. انا لسه قاري خبر ان المعارضه هتسحب الثقه منك في الجمعيه العموميه اللي جايه. طب كويس والله، يا ريت. انت واخد بالك؟ يا ريت. طيب انا دلوقتي قاعدين في النادي، بقول لك دلوقتي انا بكلمك وحضرتك قاعد في النادي مش اقل من 30,000. تمام؟ انا كل اللي عملته اهو بيان. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب جمعيه العموميه على مهلك، الورق كتير. الجمعيه العموميه بس اجيبها لك بقى اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. الساده الاعضاء ده جاء. بص يا فندم، ادي الجمعيه العموميه بتاعتنا اهي، تمام؟ لاول مره في تاريخ نادي الزمالك وكل انديه مصر حاطط بند انا بسحب طرح الثقه في رئيس النادي. انت؟ انا في نفسك؟ اهو ادي واحد. طب نسمع المكالمه دي وترد لنا عليها. يلا يا محمد، يلا يا محمد. يجب مساءله مجلس اداره نادي الزمالك، رئيس مجلس اداره نادي الزمالك في. حضرتك معايا يا فندم؟ انا معاك، سامعك. حضرتك تقول اللي حضرتك عايزه. ماشي. رئيس انا مجلس سامعك. اداره نادي الزمالك في موضوع التذاكر، انا ما بديلوش اتهام، انا من الصاحب مش من حقي اوجه اتهام. وفي نفس الوقت قلت يجب ان تحاسب او تساءل، برضه مش تحاسب، تساءل الشرطه في موضوع القفص الزجاجي، القفص اللي اتعمل ده، ورمي بتاع القنابل المسيله للدموع اللي كانت السبب في الضحايا. سبب الايقاف ان انا في الاهرام اتكلمت على حاجه مهمه جدا. احنا رايحين على جمعيه عموميه، حضرتك واخد بال؟ في الاستاذ مرتضى منصور مصر على انه يدفع على الجمعيه العموميه مشروع المول. لا مصر على ايه؟ الصوت مش مسموع قوي. بقول لحضرتك انه يطرح على الجمعيه العموميه مشروع المول. تمام كويس. وانا من حقي اقول ده غلط ولا صح، من حقي انتقد زي غيري. فانا انتقدت هذا الموضوع وقلت ان هذا الموضوع هياخد 40% من ارض النادي. نادي الزمالك ما ينفعش ان يتحول في موقعه عقبه الى نادي اجتماعي، واخد بال حضرتك؟ لان الرياضه يجب ان تكون في نادي الزمالك في 100 عقبه. ما ينفعش حتى ادعي اقول اصل هنقل الالعاب الرياضيه كلها في 6 اكتوبر، ويعني ده مش هيبقى كافيتيريا. هذا المشروع ارض ثمنها 3 مليار يا كابتن مجدي. عند اي واحد بتاع استثمار يقول لك دي 300 مليون جنيه في السنه، ومع زياده سنويه 10% او وات ايفر كان الانفليشن ريت. النهارده هاخد فيها 300 مليون، وبعدين ناخد السنه اللي بعديها 50 مليون 50 مليون 50 مليون 40 سنه، ارض ثمنها 3 مليار، بغض النظر عن ان انا مش موافق من حيث المبدا على انها. ده هو مين اللي هياخدها؟ مين اللي هياخدها؟ هيعملوها مول، عايز يعملها مول ويبيعها بالايجار التمويلي لمده 40 سنه. كل من يختلف معاه في الراي بيوقف. وقف عزمي مجاهد، وقف عبد الرحيم محمد، وقف محمد ابراهيم، واخد بال حضرتك؟ كلهم اللي واحد ما بيسلمش عليه والتاني لما فات عليه جنبه ما مش عايز يتكلم معاه يقوم يوقفه. هو ايه الحكايه؟ انا عملت لك ايه عشان توقفني؟ انا بص حضرتك، انا اقدر اروح النادي في اي وقت، ولما هقرر اروح النادي هروحه. الناس دي كلها وحضرتك عارفهم كويس، لعبوا في نادي الزمالك ومثلوا نادي الزمالك وكانوا اعضاء في نادي الزمالك وهو لسه عضو في النادي الاهلي. ما كانش هو لسه عنده عضويه في نادي الزمالك، كان لسه عضو في النادي الاهلي، واخد بال حضرتك؟ فاذا كان هو بيفتح الباب انا قدها وقدود، وانا مش زي غيري. وانا هخش النادي وقت ما انا عايز. انا بعتبر لحد دلوقتي اللي وقفني مرتضى منصور مش مجلس الاداره. في 2006 بعد ما اوقف بسبب حادثه الحذاء الشهيره بتاعته، انا كان عليا ضغوط وانا كنت رئيس النادي في 2006، كان عليا ضغوط جامده جدا من ناس بتطالبني بشطب مرتضى منصور. انا لم افعل ذلك.
وجه المجلس اللي بعدي شطبه. تعسف في استخدام السلطه ده، واخد بال حضرتك، هيجي يوم وهيتحاسب عليه آجلا أو عاجلا، وإن شاء الله عاجلا بإذن الله. في واحد دخل نادي الزمالك من سنة 93 حوله إلى هذه المشاكل. اتفضل. اتفضل ايه؟ ده مين ده؟ ده بيهرج والله العظيم، بيهزر كذا كل اللي بيقولوا كذب. اقول لك ليه بقى، واحده واحده. عمره ما ثانيه واحده بس. انت بتبيع ب 300 مليون. لا انا حافظ كلام النبي. طب اتفضل. ازيك من شرفانتح والكلام ده. يا اخ رؤوف، انت بتكذب. واحد بعد بيقول لك يعني ايه شرفانتح الاول في اللغه العربيه؟ ده لسه قايلها دلوقتي شرفانتح. لا ايه شنخر. ما انت قلت للراجل شنخر. طيب ماشي. والله يا رؤوف انا قعدت اضحك على اللي بتقوله، كله كذب. بص يا فندم، عمرك ما كنت رئيس نادي. انت جيت بالتعيين نايب ليا مع حسن صقر، تآمرتم على نادي الزمالك ورجعتوا نادي الزمالك 100 سنه ورا. وحسن صقر بصابع رجله الصغير قال لك تعالى قدم استقالتك. حاضر يا باشا. وكتبت له وبيقول لك قدم استقالتك يا عظيم، وهو بيجبرك على الاستقاله. تمام. حضرتك في نادي الزمالك من سنه 1908 مش كده؟ من 1908. قديم هو يعني. من ايام الملك خزبعول. ما عملتش ده كله ليه يا استاذ؟ المول اللي انت عمال تقول عليه انا اشرف منك، اوعى تتكلم في ذمه. ليه بقى؟ اللي انت مش واخد بالك، انت عمرك ما اعترضت على المول. عمره. هو بيقول لك هو في الحديث اللي شتمنا بعد ما توقف قال لك ده وقفني عشان المول. هات لي جورنال انت اتكلمت فيه عن المول، هقول لك تعظيم سلام. انما لان انا محترم قوي قوي وقعدت مع رئيس الوزراء وقعدت عليه مشروع المول اللي ب 2 مليار و300 مليون يا برم، وتوافق عليه وقال ده اكبر مشروع رياضي تجاري في مصر. انا بقى لاني شفافيه مطلقه، ما سرقتش مكتب شريكي لما مات وولاده اليتامى، ومن 128 ومش عيب ابقى 100. انا بقيت بمازدا من نادي الوضاء، دلوقتي شاليهات ويخت ومش عارف ايه. هو حضرتك ما قلتش الكلام ده ليه الممدوح عباس لما ضربك بالعصايه وطردك وخلى عمرو الجنايني جابك بوسط راسه؟ حضرتك ما قلتش الكلام ده لممدوح عباس لما قال لك انت مريض نفسيا. لكن انا اقول لك انا عملت ايه. النادي ده مش ملكي ولا ملكه، ملك مين؟ ملك الاعضاء. يبقى انا لما اعرضه على الجمعيه العموميه 30 40 الف اصحاب النادي ويجي يقولوا يا استاذ مرتضى قول لنا المشروع ده ايه؟ هو انا خدت فيه خطوه؟ لا. هو انا عرضت حتى عملت له اعلان؟ ولا في بلان حتى. ولا الهوا. انا بعرض على الجمعيه العموميه. يا جماعه عموميه كان في مجالس قبل كده عايزه تبيع ب 100 مليون، انا جبت 2 مليار و300 مليون. لا ايه ده بقى؟ العرض الاولاني جالي من مول. ايه اللي هو اللي ب 2 مليار؟ المول ده امال هو بيقول 300 مليون. يا بيه سيبك منه بقى، ما دماغنا بتوجعنا. ده عايز محتاج يروح للدكتور. لا ليه لا بجد يعني انت جايب 2 مليار يا فندم؟ لما جه الراجل بالطياره بالليل قعدت مع مجلس اداره كله اسمه الحقير سيد الحقير، وكان تامر امين المذيع موجود. تمام. لانه صديقه. تمام. وكان معاه راجل محامي جنسيه كده. اوكي. خلاص. فهو في القعده بيقول يا استاذ مرتضى من فضل حضرتك، ده الراجل محامي البرم ده الاجنبي ده، احنا عايزين بقى حضرتك انت اكبر محامي في البلد دي وسمعنا انك رفضت قضيه حسني مبارك مش عارف قضيه مين، تعمل لنا العقود وتطلع بره. اطلع بره. اوعى ولا قلم رصاص حد في المجلس هياخده. انت جاي تلف لي. ولو عملت العقود هتعملها ببلاش يا فندم. لا انسى الكلام ده. قلت له اتفضل اوعى. وقلت للاخ الحكير ولا اسمع الكلام ده من الراجل ده ومشاه. تمام. جاي تقول هنمول المول وهنعمل المول. يا بيه انا جاي عندي مدرج اهو. اتفضل يا فندم. تقرير فني عن معاينه مباني مدرجات استاد كره القدم نادي الزمالك. مين اللي عامله التقرير يا فندم؟ اللي عامل التقرير دون يا فندم المستشار اللي بيسموه الهندسي. ولجنه هندسيه. مكتب ايه عشان ثانيه واحده. دكتور حاتم حمدي غيث. اوكي. دكتور سعيد علي محمد طاهر. تمام. دكتور سعيد ابراهيم زكي. عملت اللجنه قالت زيلوا هذه المدرجات هتموت الناس. اللي هي وقعت ايام دوكلا براغ. برافو عليك. لما يجي لي 2 مليار و300 مليون وانتوا سايبين لي النادي مديون ب 306 يا رؤوف. انت ممدوح. ثانيه واحده. 2 مليار قال 300 مليون. هي كلام يا بيه. سيبك يقول لك مش عارف. سيبك من الكلام ده. بس بنوضح للراي العام. يعني 2 مليار 300 مليون و300 مليون. خلاص. وهيتعمل استاد الزمالك واعمل بيه النادي الاجتماعي الجديد. هتعمله بقى في اكتوبر. 6 اكتوبر. تمام. خلاص. تمام. انا بقى مستلم النادي منكم مديون ب 306 مليون. كنت فين يا خفيف؟
انا اعضاء النادي دلوقتي شايفيننا وقاعدين بيتفرجوا على البرنامج وقاعدين في النادي. بتحدى بقى نادي اوروبي، بيجي الناس من المانيا، من فرنسا، سفير بلجيكا، سفير برتغالي، بيجوا يتفرجوا على النادي خلاص، والناس قاعدين وشايفيني. طب انا عايز اقول لك حاجه احقاقا للحق، انا كنت قاعد مع حازم امام. حازم امام اتكلم على الانشاءات اللي موجوده عندك في النادي، احسن كلام. تمام. يمسك بقى يقول خلاص يعني. خلصنا من 300 مليون والكلام الفارغ ده. قال لك رئيس نادي، انت كنت رئيس نادي؟ ولا هو كان هيشطبني وما رضيش؟ جه قام باعمال رئيس النادي. يا فندم فين؟ ما انا كنت رئيس النادي. قام عمل يعني ايه؟ ما حضرتك مش يا فندم قعد 15 يوم وروحوه. خلاص 3 بقى. يا رب لو يوم هو كان رئيس نادي. لا يا فندم، لا يا فندم، انا مشيت، انا جيت قاعد في جلسه كده، كل ما اقول حاجه مع حسن صقر عين 7 معاه، والسبعه ما شاء الله مستشفى. كل ما اقول حاجه يقولوا ايه؟ معترضين. فقلت لهم طب انتوا هتقعدوا معايا ليه؟ انا عايزين النادي يقوم، هسيبكم مع بعض. هو وسام المليجي ضربوا بعض بالكراسي، ممدوح عباس لما جه ضربه بالعصايه. ده كلام ما يصحش يا فندم. ما هو بقى ما تقوليش انا بقى، انا عندي ناس مجلس محترم صراحه يعني. خلاص نرجع بقى بيقول لك طب ما انت مجلسك استقال منه واحد اعترض على اللي موجود جوه النادي يا سياده المستشار. مين اللي اعترض؟ مصطفى مين؟ عبد الخالق. ايه انت مصطفى مين نسيته؟ هو اعترض؟ ما هو استقال ليه طيب؟ ما اعرفش بصراحه. هو راجل احنا واخدين قرار، اللي عايز يمشي يمشي. تمام؟ بص يا بيه، انت راجل عضو جمعيه عموميه من زمان واتحاد وبتاع. طبعا. ده بيروح لكل الاعضاء. ايوه. الساده الاعضاء، سيادات العضوات، لكم مني كل المحبه والتقدير. انا خلاص ده جدول الاعمال؟ جدول الاعمال خلاص هو اللي هو لا انت ايه اللي بتقراه ده حضرتك؟ ده الجواب بقى اللي راح بقى. لا يعني اقصى من جدول الاعمال. لمين؟ لكل اعضاء النادي. راح لكل الاعضاء بالظبط. حيث سيادتكم علم الجمعيه العموميه. ادينا المضمون عشان ما نضيعش يا فندم. حيث سيادتكم علم الجمعيه العموميه نادي الزمالك تنعقد باذن الله يوم الخميس الموافق 19/3/2015 عدم الاكتمال يوم الجمعه. خلاص؟ من فضلك شوف اكتر من كده بقى، برجوك رئيس مجلس اداره النادي يرجو منكم جميعا الحضور لمحاسبته هو ومجلسه عن اداراتهم خلال العام الماضي، وابداء مقترحاتكم وملاحظاتكم وانتقاداتكم للمجلس ورئيسه، وصراحه بها حتى لو اردتم سحب الثقه من هذا المجلس الذي تشرف بانكم انتخبتوه، سنحترم قراركم لاننا نعلم اننا نؤدي واجبنا في حدود امكانيات النادي، حيث سلمناه مديون بمبلغ 306 مليون جنيه حاله انهيار رياضي واجتماعي وانشائي. يا بيه اليد كانت وقعت درجه ثانيه، والسله والطايره، انا الاول في الدوري فرق عن فريق منافس بتاعي 9 نقط ولا 10 نقط. خلاص؟ اما اذا كان المجلس نجح في خلال العام الماضي في تحقيق بعض طموحاتكم، نوعدكم بالمزيد ان شاء الله دون ان ننتظر الشكر منكم، فنحن نؤدي واجبنا. واذا كنتم ترون ان المجلس قد فشل في تحقيق امالكم في الرقي ناديكم رياضيا واجتماعيا وانشائيا، سنكون اول المبادرين بان نرحل ونترك غيرنا الفرصه لكي نحقق لكم النهضه التي تبتغوها. المهم حضوركم الجمعيه العموميه تكون يعني انت طرحت الثقه في نفسك. تمام. انت عملت ايه بقى اللي من سنه 1908؟ هات لي طوبه بنيتها في النادي. بفضل ربنا انا انشات نادي اسمه نادي الزمالك الجديد اللي الاعضاء قاعدين مستمتعين بيه. شوف الحدائق، شوف حمامات السباحه الجديده. ده لسه المباني في مباني ما خلصتش. اخر حاجه حمام السباحه اللي بيتعمل الاخير دون، ده اخر حاجه. تمام. عمر جابر مستمر؟ لا ثانيه بس، عشان هو قال لي ايه عبد الرحيم محمد. ينفع عبد الرحيم محمد؟ بس انت ما وقفتش. ينفع عبد الرحيم محمد اعتذر. ينفع عبد الرحيم محمد يقول على رئيس نادي سابق ده حرامي سيراميك؟ عزمي مجاهد اعتذر فما وقفتوش، انا ما اعرفش ان عزمي مجاهد لا ينفع انه عبد الرحيم محمد يقول على رئيس نادي محترم ده حرامي سيراميك؟ ينفع يقول على رئيس النادي؟ بس مش انت ده لا مش انا، مش قضيتي انا بقى. مش انت القضيه انت بالرموز. هات لي دلوقتي جنينه، هتلاقي حسن شحاته ايوه انا رحت شفتها، شفت ده كله. ينفع يقول ينفع تاني يقول اللي غير اسم رئيس النادي اللي غير اسم الاستاد ده في مزبله التاريخ؟ ده الادب؟ ينفع الاخ رؤوف جاسر اللي عمال يعيط في كل مكان يقول على رئيس النادي ان انا راجل كذاب؟ ثانيه واحده خلاص احنا ردينا على كله، ان انا اتصرف تصرفات حمقاء، واخد بالك يا استاذ رؤوف؟ انت يا استاذ رؤوف مجلس العرضي كانت قويه شويه. لا مش قويه، هيتحاسب عليها، وانت مش فوق القانون ومش فوق اللائحه. اولا اقسم بالله ما انا اللي واقفه، اللائحه انا جبتها لك اللي بيوقف في المكتب التنفيذي، وانت مش فوق القانون ومش فوق اللائحه، وانت ما عملتش حاجه في النادي، وانت وممدوح بس جبتوا النادي الارض. سيبوني يا عم، ما انا جيت اشتغل 2005، دنيتكم ورايا، قعدت 6 اشهر وروحتوني. انا بقى طرح الثقه في نفسي، بقول لكل عضو بيتفرج عليها دلوقتي وعضوه وطفل، انت بتشوف الاطفال بيتعاملوا معايا ازاي. انا عايز اقول لك رسائل على فكره هتسعدك جدا يعني. انا بقول لكل عضو تاني وعضو انت فوق دماغي، مع احترامي لكل رؤساء الانديه اللي جم قبلي،
كله عارف يا مجدي كان بيهتم ايه؟ بالكوره، بالجون، بفاروق جعفر، بحسن شحاته، باللاعب، بالدوري، وللاسف ما كانوش بياخدوا حاجه. تمام؟ الاهلي 32 بطوله دوري والزمالك للاسف 11. اول مره يجي رئيس نادي يحترم العضو وقدمه العضو، تبدا من بوابه النادي للحمامات، للمطاعم، للكرسي، للترابيزه، للشمسيه، لحمام السباحه، لحدائق الاطفال، لتكريم الرموز. عايز تمشيه؟ طب هو انا طارح ثقه في نفسي اهو. انت بقى لو راجل انت موضوع بس تعالوا انتوا، انا مستنيكم جم الجمعيه يقولوا يا جماعه مش عايزين مرتضى. تعرف يعملوا ايه دلوقتي يا استاذ مجدي؟ تليفونات في البيوت. الحلقه الجايه الجمعه الجايه انا جاي لك باذن الله ان شاء الله، عشان في حاجات لسه مهمه ان شاء الله. الجمعه الجايه انا جاي لك باذن الله. تليفونات في البيوت. مرتضى منصور مضطهد المسيحيين تعالوا عشان نصفي مع المسلمين يوم الجمعيه العموميه. امن الدوله خد خبر، وبقول للبنات السافله اللي بيعملوا المكالمات دي لاعضاء النادي. اعضاء النادي طبعا المسيحيين دول انا مش عايز اقول لك، انا طبعا انا عندي في دايرتي. عايش في شبرا طول عمرك مع مين؟ شبرة مين؟ ده انا كان اسمها حاره سيدهم. اللي هو عم سيدهم بتاع الذهب اللي عمل الناس النجيلي. خلاص عندي كفر سليمان وكفر ابراهيم وكفر ابراهيم يوسف وكفر داوود. تمام؟ الوحيد اللي بيعمل في المضايف المسيحيين انا. بلاش قله ادب، بلاش تدخل الدخله دي انت وهو، عيب. طب اخر حاجه في الكوره بقى، عمر جابر مكمل؟ عشان احنا وقتنا خلص. يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. عشان لسه في كلام كتير يا مجدي. يا ايها الساده المشاهدين. انا صدقني بقالي كتير ما ضحكتش لما شفت الجدع ده اللي بيقعد يخبط في وكسر المفاتيح في الجلسات، اللي من سنه 1908 في النادي ما بناش طوبه واحده. بيتكلم عن مرتضى منصور. ده فضل ربنا ومجلس الاداره المحترم اللي معايا. لازم وانا عارفين واخدين قرار. في ناس ضدك وناس معاك على النهارده في الرسائل. ما عنديش مشكله، انتقدني. انما هتشتمني؟ لا صح. لو هتقول لي هتبقى رئيس جمهوريه مش هسيبك. طب ما انت النقد بيجي لك انك انت بتشتم الناس برضه. قول لي مين؟ قول لي. بتطلع تقول ده انت مش عارف ايه واديك بالجزمه. طب اقول لك حاجه اقول لك حاجه ما ينفعش برضه. اقول لك حاجه مجدي. في بنت اسمها ليليان داوود، ده بسرعه كده لغايه ما يجي لها الخميس. طيب سريعا. اللي بسرعه. ليليان داوود اعتقد يهوديه اسرائيليه، بتقول انها لبنانيه، هي يهوديه هربانه من المهم جت تشتغل مذيعه. بتقول على قضاة مصر الجلادين. خلاص؟ وتقول على جيش مصر عسكر. ليليان. في اكتر من كده بقى؟ لا ما يصحش. تنطرد. جابت واد قال لك مرتضى منصور كان بيدوس على الجثث يوم برجليه كده ويعدي على الجثث. خلاص؟ تقوم تقول له ايه الست ليان ده؟ ده مرتضى الوطني اللي قال لي زكريا عزمي واحمد عز واحمد. تقول ايه عشان احنا وقتنا؟ لا ثانيه واحده. ها؟ تقول له ما تجيبش اسم المذكور عشان احنا مانعينه ونقول اسمه هنا. انت يا ليليان يا يهوديه؟ ما انت زعلانه. عارف ليه بقى؟ انت عارف الحمله بتاع النقابه دي كلها سببها السريع ايه؟ الاستاذ خالد بلش عضو مجلس النقابه رئيس تحرير البرنامج اللي انا قلت البنت دي تمشي من الاول، رحلوها. يطلع محمود سعد امبارح يقول لك ايه؟ فريد الأطرش كان لبناني وقاعد، فريد الأطرش شغلنا لمصر سنه وسنتين ومصر احبك يا مصر. انما دي بيتكلم عن قضاة مصر جلادين، رحلها يا وزير الداخليه. اذا كنتوا عايزين بلد بجد مين دي؟ وهربانه منين؟ وداوود. انا بقول مجدي بشكر مشاهدينك. بشكر حضرتك. وان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله لو ما توقفتش انت. لا ان شاء الله مفيش وقف. وبقول لكل احنا كنا في الاطار اللي بشكرك يا مجدي كمان. انا اللي بشكر حضرتك. وبقول لكل الناس اللي مانعين اسمي وصورتي بشكركم جدا. والله العظيم ما بعرف امشي في الشارع من الناس العاديه اللي عماله تصور معايا. وعلى فكره ماتش الاهلي والزمالك اللي فات ده اسال انت عندك ناس كتير من جمهور الاهلي. جمهور الاهلي كان بيصور معايا زي جمهور الزمالك بالظبط. عارف ليه؟ الناس بتحب المحترم اللي ما بيلفش يدور، اللي ما يبقاش عامل عبله ويجي في وقت من الوقت عامل عنتر وهو اصلا عبله. بشكرك سياده المستشار، بشكرك شكر جزيل. اعزائي المشاهدين دي كانت اخر حاجه في حلقه النهارده. بكره ان شاء الله حلقه اخرى من البلدوزر، والى الغد استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.